في يوم من الأيام وفي ليلة هادية في إبريل سنة 1986 الناس نايمة والمدينة غرقانة في هدوء مرعب، لكن جوه محطة نووية عملاقة كان في تجربة صغيرة جدا، كبسة زر واحدة ولحظة تسرع وغرور بشري قاتل كانت كفيلة إنها تخلي مفاعل نووي ينفجر وتحول مدينة كاملة لمقبرة إشعاعية، ويتحول الحلم السوفيتي العظيم لكابوس مش بس لأوكرانيا لكن للعالم كله. اللي حصل هناك ما كانش مجرد حادث، ده كان نهاية العالم وبداية حكاية عن الإهمال والتعتيم والتضحية. دي مش قصة خيال علمي، دي تشيرنوبل الجحيم اللي اتحول لحقيقة. الليلة كانت هادية في إبريل سنة 1986، الساعة 1:23 دقيقة صباحا في المفاعل رقم 4 داخل محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا. وقتها كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. المهندسين كانوا بيجربوا تجربة علمية عشان يشوفوا المفاعل هيقدر يشتغل في حالة انقطاع الكهرباء ولا لا، لكن اللي حصل كان خارج عن أي توقع، خطأ ورا التاني وقرارات غلط وتجاهل لتعليمات السلام. في ثانية بوم، المفاعل انفجر. انفجار نووي مش بس دمر المفاعل، ده رمى مواد مشعة في الجو بكميات كبيرة تعادل تقريبا حوالي 400 مرة من القنبلة النووية اللي اتحدثت على هيروشيما. الناس الأول ما كانتش فاهمة، مفيش إنذار ومفيش إخلاء، حتى الشرطة كانت ماشية في الشارع عادي، الناس بتتفرج من البلكونات على النار في السماء، لكن الناس مش عارفة إن هما بيستنشقوا الموت. بعد حوالي 36 ساعة بدأوا يخلوا مدينة بريبيات، ودي المدينة اللي كانت جنب المفاعل. 49 ألف شخص خرجوا وما رجعوش تاني، والأيام اللي بعدها الغبار المشع انتشر في اوروبا كلها. اعداد الناس اللي اتاثرت بالسرطان والتشوهات كترت بشكل مرعب. الاتحاد السوفيتي وقتها حاول يغطي على الكارثه، مفيش تصريحات رسميه ومفيش تنبيه للعالم. اول بلد لاحظت اشعاع غير طبيعي كانت السويد، يعني اللي بلغ العالم كله بكارثه تشيرنوبل مش اوكرانيا، كانت السويد. كان في بطولات حقيقيه حصلت زي الغواصين الثلاثه اللي نزلوا في قلب المفاعل عشان يفتحوا صمامات الميه. لو ما كانوش عملوا كده كان الانفجار التاني كان هيبقى اقوى بكتير ويمكن يخلي نص اوروبا مش صالحه للحياه. بعد انفجار المفاعل رقم 4 حصل كارثه اشعاعيه ضخمه، بدات النار تنتشر داخل المحطه، بس المشكله كانت تحت المفاعل. كان في خزان ميه ضخم تحت قلب المفاعل، ومع كميه الحراره والانصهار اللي حصل في احتمال كبير ان الاشعه والوقود المنصهر يوصل للميه دي، وده معناه حاجه واحده، انفجار بخاري ضخم اكبر بكتير من الانفجار الاول كان ممكن يدمر المفاعلات التانية في المحطة، ينتشر الاشعاع ويخلي جزء كبير من اوروبا غير قابل للحياة. السلطات وقتها قررت ان في حد لازم ينزل يفتح صمامات المية في الخزان، لكن المهمة كانت شبه انتحارية. المكان كله مشع، ضلمة تماما والمية ملوثة بالاشعاع، لكن الوقت بيجري وكل ثانية بتفرق. ثلاثة من العمال والمتخصصين قرروا انهم يضحوا بحياتهم وينزلوا. اليكسي انينكو وده كان عارف مكان الصمامات بالظبط، فاليري بيزبالوف وده كان مهندس في المفاعل، بوريس بارانوف وده قائد الفريق ومهندس مخضرم، نزلوا بمعدات بسيطة غاصوا في مياه سامة ومشعة وسط ظلام دامس، وطبعا وسط خطر ان المفاعل ممكن ينهار عليهم في اي لحظة. وبالفعل قدروا ان هم يوصلوا للصمامات ويفتحوها، وقدروا ان هم ينقذوا اوروبا كلها من كارثه اكبر بمراحل. زمان الشائعات كانوا بتقول ان هم ماتوا بعد ساعات من الاشعاع، لكن الحقيقه ان هم ما ماتوش وقتها. اليكسي عاش سنين بعد الحادث واتكرم من اوكرانيا سنه 2013. فاليري كان عايش بعد الكارثه واتكرم، وبوريس توفى بعد كده بمرض قلبي مش بسرطان من الاشعاع. لحد دلوقتي في اماكن في تشيرنوبل مش امنه للزوارق، زي مدينه بريبيت بقت مدينه اشباح، كل حاجة فيها لسه متجمدة كأن الزمن وقف عند سنة 1986. وبعد الحيوانات هناك بدأت تتأقلم على الإشعاع وتطور في جيناتها، وفي ناس لسه عايشة حوالين المنطقة ورفضوا إن هم يسيبوا بيوتهم. الأغرب إن تشيرنوبل دلوقتي بقت مكان سياحي والناس بتدفع فلوس عشان تزورها. تشيرنوبل مش بس كارثة نووية، ده درس للبشرية كلها عن الغرور والجهل والتكتم اللي ممكن يدمر العالم في لحظة. ناس كانت مستعدة تضحي بحياتها عشان تحمي غيرها وتسيب وراها ذكرى مش ممكن ننساها. واللي في الكومنتات، هل تعتقد إن تشيرنوبل كانت غلطة بشرية ولا حاجه لازم تحصل في الوقت ده؟ لو عجبتك الحلقه ما تنساش السبسكرايب واللايك وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. سلام.